أهلا وسهلا بالجميع، مساء الخير. أهلا وسهلا بالجميع. كيف الحال؟ كيف صحتكم؟ زمان عن اليوتيوب، والله صار لي فترة طويلة ما صورت لكم ولا سويت الفيديوهات ولا حاجة، اشتقت لكم والله. حبيت كذا انزل اليوم فلوج بسيط اتكلم فيه ونسولف ونروح مكان جميل. اليوم شايل لكم مكان جميل، فانتظروا الفعاليات. والله الخطة اليوم رايحين معرض بكين الدولي للكتاب في فترتين اليوم، فبنروح نشوف ويش الفعاليات من داخل، كيف شكل المعرض مالهم وكذا، ناخذ فكرة بسيطة يعني، نغير جو مع بعض. لكن زمان والله عن اليوتيوب، أحس فترة طويلة ما نزل فلوج، فراجعين الحين، راجعين بقوة. في ضغط، كان فترة اختبارات معنا وكذا، اسايمنتات واشغال كثيرة، فابتعدنا عن اليوتيوب يعني. بس انا نشط كثير في الانستغرام وفي التيك توك. التيك توك عاد هناك محطم الدنيا، جاي بقوة، فتابعوا حساباتي اكيد في التيك توك وفي باقي التواصل الاجتماعي. وكالعادة قبل لا يبدأ يومنا الجميل بنروح هنا المول في كوفي، ناخذ لنا كذا كوب قهوة عشان نروق من الصباح ويكون يومنا كذا نشيط وفعاليات جميلة، ونروق ونستمتع وكل شيء. الحين بمر داخل باخذ لي قهوة، الشكل بعده مسكر. ليش؟ اي والله مسكر. بعد ما وصلت الساعة 10، انا الشكل جاي واجد بدري، مسكر للأسف. هذا المول اليوم مسكر. يلا ما مشكلة، بنتظر، اتوقع باقي شوية يفتح. انا واصل بدري اصلا، بعد ما دق الساعة 10 المول مسكر. لكن خلاص الحين يعني الساعة 9 وكذا، 55 تقريبا يعني، ماشي باقي بيفتح ان شاء الله، وكل الناس تنتظر. انا مصبح جاي اول واحد فيه وخلاص فتحوا. هذا دخلنا الحين المول، بروح لي قهوتي المفضلة، باخذ تاكاوي واطلع. هذا المكان اللي متعود اخذ منه قهوة، مانير كوفي. قهوتهم جميلة يعني كذا، حلوة. خذيت امريكانو، هذا سعره 15 يوان. خذينا الحين القهوة وبنطلع. الحين في محطة القطار، ننتظر القطار يوصل عشان نروح لوجهتنا اللي ناويين نروح لها ان شاء الله. هذا تقريبا انا وصلت المحطة اللي بتنزلني الى معرض الكتاب، فشكله زحمة يعني. هذا هو شكل المعرض، ما شاء الله شكل مكان قوي يا اخي. ما اعرف اذا في تسجيل حال وصول او لا، بعض المعارض لازم تسجل مسبق يعني، تسجيل دخول، فبنشوف عسى يطلع مكان زين. شكله هو اكثر من معرض يعني. في هذا معرض للعطور اتوقع، يمكن هو الطابق الثاني، اروح اشوف فوق. والله يحتاج تسجيل، وما قصروا صراحة المنظمين، سجلوني معهم. هذا الحين أنا في المعرض وبصور لكم فعاليات من داخل. صراحة أول مكتبة زايد، من شكلها واضح فخم، البيت الإماراتي. امشي يلا. شفنا هذه الفعاليات. يعني لا نرى يعني الصناعة يعني عدد أكثر. يعني هذه اللغة مهمة جدا، هذه اللغة ما شاء الله شكل المكان جميل ومرتب وزحمة، وفي أكثر من دول. هذه الحين طلعت من دولة الإمارات، جيت هنا اليابان.
اليابان كورنر مالهم بسيط جدا. أتوقع في ناس كثير تحب هذه الكتب اليابانية، خاصة اللي هي وانجا أتوقع اسمها اللي هي مال أنمي وكذا. أنا للأسف ما أحب هذه الأشياء. أتوقع ضيف شرف اللي هي ماليزيا، لأن أشوف أعلام. وهذه هي جيرماني، ألمانيا. وهذه هي بوتان، دولة بوتان. صراحة أول مرة أشوف أن كذا مشاركين في مكان وعندهم معارض. هذا اللبس الماليزي. وهذا لفرنسا. اللي حلو ان تنوع كثير، يعني اي دولة بتحصلها مشاركة. ايطاليا، هذه والله ما اعرف هذه وش، اتوقع يمكن الصين. لا هذه تايوان. هذه اذربيجان. هذه سبين. يعني حقيقي كل الدول تشوفها موجودة. في هناك يوكي بعد معرض يعني متكامل. هذه السعودية. أصور لكم معرض السعودية. هذه للسعودية. حبيت صراحة مكانهم كذا جميل ومرتب وبسيط. وهذه روسيا. هذا ماليزيا. هم اتوقع ضيف الشرف، فعشان كذا المكان جدا كبير ماخذين وجميل يعني. والله انا حقيقي ما حاط بالي انه كتاب او قاعد اخذ شيء، يعني فقط اتمشى. فبعمل مسابقة ما بين نفسي وبيني، يعني اللي هو افضل مكان او افضل دولة من ناحية الترتيب وكذا. فبصور لكم وانتم اعطوني افضل مكان يعني من رايكم الشخصي. فانا بشوف الاماكن وبعطيكم رايي الشخصي بعد. صراحة اول مرة ادخل معرض واشوف هذا التنوع من البلدان. بلدان كثيرة مشاركة يعني. لاحظت أغلب الجامعات الصينية المشهورة مشاركة في المعرض بمكتباتهم، يعني مثلا هذه شنغهاي، هذه جانسيو، شنزن، ما أعرف إيش، واجد يعني مكتبات مشاركة. شكلي بغير رأيي. اكتشفت أن أغلب الجامعات الصينية هي اللي مشاركة يعني، مش البلدان. فأنا لما شفت من بعيد كذا المكان زحمة، أنا بالي أن أغلب المكتبات من بلدان ثانية. طلعت لها كلها هذه جامعات صينية. البلدان كذا بس كورنر بسيط يعني. هذا شي جين بينغ حاكم الصين الحالي. خلاص بعطل السعودية لأنه نطونا. خلاص السعودية فازت في التقييم اليوم لأنهم أعطوني قهوة. هذا يكفي إن أخليهم يفوزوا. يا سلام، والله اشتقنا القهوة العربية، القهوة السعودية بالذات. أحسها مميزة يعني. أنا من محبين جدا القهوة السعودية. والله ما أعرف من هذا شكله مشهور. قد بنصوره يمكن يطلع إنسان معروف يعني. بنطلع من جو الكتب نجي هذا المكان اللي هو للهدايا، الشوبينج كذا، تاخذ لك اشياء بسيطة تذكارية.
نيهو. مستمرين في المعرض. هذا القسم الثاني بعد متعلق اتوقع بالارت. بنروح نشوف نستكشف المكان. حبيت هذا الاكشاك، كيف شكلهم وايد حلوين. حلو تحطهم كذا على البحر على الشاطئ كذا مكان عام. جميلين والله، فكرة حلوة. شوف هذا الكتاب بيشلك انك تستكشف الاماكن. مثلا هنا سول، لوس انجلوس، هذا مراكش، سوق في مراكش، روم، فينيس. فشكلنا بسوي واحد عن سوق مطرح. وش رايكم بالفكرة؟ اذا كذا الكتب خلاص يكون الموضوع سهل يعني. شوف هذا امستردام. خلاص تغير التقييم الحين، عمان الاول. لانه معطوني هدايا. اي واحد يعطيني هدايا هو يكون الاول. تقريبا كذا خلصنا من المعرض. كانت جولة سريعة. للأسف أنا مرتبط بعد نص ساعة لازم أروح الجامعة، عندنا كذا ميتينج مع الطلاب دوليين. فهذه كانت جولة سريعة في المعرض. إن شاء الله عجبتكم واستمتعتوا، وإن شاء الله نشوفكم في لحظة. بصور لكم الجامعة بعدين ننهي. وهذا أنا وصلت الجامعة، برويكم الحين الفعاليات. هذه الفترة أغلب الناس متخرجين، عندهم تخرج في الجامعة، فعقبالنا إن شاء الله وعقبالكم. كيف ما شاء الله الجماعة عندهم تخرج. شو ما شاء الله كلهم متخرجين. أتوقع هذه هم مرحلة البكالوريوس. ما شاء الله حلو يا أخي شعور التخرج. تحس كذا بعد إنجاز، بعد معاناة، بعد تعب. الله يوفقهم ويوفقنا جميعا. أنا وصلت المكان، فننتظر الميتنج يبدأ. وكذا تقريبا نقول خلص الفلوج. شكرا للمتابعة، وإن شاء الله نشوفكم في فلوجات ثانية. عاد لا تنسونا من اللايك والدعم والاشتراك، كل شيء حلو، حتى الكومنت حلو يعني. نلتقيكم إن شاء الله في أيام الجاية. السلام.